السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو جديد من نواعم العيد، وهي غريبة العيد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا دي شكل الغريبة هي، بصوا تحفة بجد. وده يا جماعة عيار اللي انا عاملاه، عيار مقدار ونص. فانا هقول لكم المقادير وان شاء الله تجربوها، وشفتوا التسوية طالعة عاملة ازاي، وشفتوا الغريبة طالعة عاملة ازاي. تجربوها وان شاء الله على قد ما قدركم، على قد ما تعملوا. عايزين اكتر من كده ماشي، عايزين اقل من كده ماشي. انا هديكم المقادير وانتوا عليكم ان شاء الله ان انتوا تجربوها. بصوا الغريبة دايبة وناعمة وجميلة ازاي. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده وهم، وحاجة كده جميلة. يلا بينا على المقادير، يلا بينا على المقادير. هنا بقى هعمل طبعا زي ما قلت لكم معيار ونص. طيب لو معيار، بصوا يا جماعة، انا هنا عشان عاملة معيار ونص هيبقى انا محتاجة 3 كوبايات زبدة على سمنة. 3 كوبايات، يعني انا هنا مستخدمة 3 مجات، كل مج نوع مختلف من الزبدة. زبدة وسمنة صفرة وسمنة بيضة اللي هي روبي. تمام. هاجي هنا اضربهم مع بعض لحد ما يعملوا لي فوم. طيب دلوقتي انت عامله مقدار ونص، طب انا لو عايزه اعمل مقدار، لو انت عايزه تعملي مقدار يبقى هتستخدمي كوبايتين من الزبده. طب دول هيبقوا على قد ايه دقيق؟ هيبقوا على 4 كوبايات دقيق. طب لو انا عايزه استخدم نص مقدار، يبقى هتستخدمي واحد زبده على قد ايه دقيق؟ على 2 دقيق. طيب انا دلوقتي حطيت السكر، حطيت قد ايه؟ حطيت كوباية ونص من السكر. طيب ركزوا بقى معايا يا جماعة في المقادير. هنا كنت حطيت معلقة صغيرة كبيرة مليانة يعني من البيكنج باودر، وحطيت كمان فانيليا. كانوا شوية كده في الازازة فانا حطيته. طيب هتنيني اضرب كويس لحد ما اضيع الفانيليا والبيكنج باودر، وبعد كده هبدأ انزل بالست مجات من الدقيق. ركزوا معايا بقى في المقدار ده. المقدار دوت اللي انا هقوله، اللي احنا لسه عاملينه ده مقدار ونص. عبارة عن ايه تاني؟ 3 كوبايات من الزبدة او الزبدة على سمنة، وكمان كوباية ونص من السكر البودرة، وكمان 6 مجات من الدقيق. بصوا بقى العجينة عاملة معايا ازاي. هي دي العجينة الصح للغريبة. بصوا بقى، هنا كنت جايبة اللولي بتاع الغريبة، وكنت جايبة كمان برضو لولي، بس اللي هو في الازايز ده لولي مستورد، والتاني ده لولي مصري. وكنت جايبة بتاع دوت اسمه ايه ده، شوكليت شيبس. وكنت جايبة بني، وكنت جايبة ابيض، فانا طبعا مش هستخدم الابيض. هبتدي هنا اكور ال- الغريبة كده في ايديا، وهبتدي ان انا ازينها باللولي بالشكل ده. بصوا بقى، واحنا بنزين كده باللولي وبنعمل غريبة، هقول لكم على المقدار نظامه ايه. المقدار انا قلت المقدار ونص، المقدار بقى 2 سمنة او على زبدة، و... واربعة دقيق، وواحد سكر. طيب نص مقدار هتبقى واحد زبدة على 2 دقيق على نص سكر. كده انا قلت المقادير. يا رب تعملوها وتعجبكم. ولو انتوا عايزين تزودوا، كل مرة هتزودوا السمنة. بتبقى يعني لو 2 سمنة هتبقى 4 دقيق. طب لو 3 سمنة هتبقى 6 دقيق. فاهمين؟ كل مرة بالشكل دوت وانتوا طالعين او انتوا نازلين. بيبقى مقدار السمنة قده مرتين مقدار الدقيق. والسكر يعني لو مثلا المقدار بياخد كوباية سكر، يبقى هتبقى كل مرة بتطلعوا بنص كوباية او بتنزلوا بنص كوباية. فاهمين؟ يعني المقدار بياخد كوباية سكر على 4 كوبايات دقيق، المقدار ونص بياخد كوباية ونص سكر على 6 كوبايات دقيق. فاهمين انتوا النظام؟ هتمشوا بالشكل ده. وهنا ابتديت ان انا اكور
الغريبة بالشكل دوت. والله يا جماعة احلى حاجة تاكلوها فعلا من عمايل ايديكم. سيبكوا بقى انتوا من شراء بره، ده اصلا يعني حاجة مقرفة. هتقولوا احنا بنتعب، هو انا مش هقولكوا احنا ما بنتعبش، لا بنتعب بس برضو بيبقى ليها فرحة. ربنا يحسن كده دايما ما بين ايدينا يا رب. كده كنا خلصت كل الكمية وريتها لكم اهي. واحلى حاجة بقى ان انتي المفروض بعد كده تخلي كل حاجة، يعني انا كده مقربة بصراحة المسافات من بعضها، المفروض ان انا اخلي يبقى فيه المسافة واسعة شوية. عشان ايه؟ عشان الغريبة برضو بتفرش شوية في الفرن. وبالشكل دوت كده هكون انا خلصت. يا رب يكون الغريبة عجبتكم وتعملوها، وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بنصف مقدار، مقدار، مقدار ونص، مقدارين، كل مرة بتزودي وبتقللي زي ما انا قلتلك. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي في التعليقات رأيكم فيها ايه. بصراحة هيعجبكم. شفتوا سوا عامل ازاي يا جماعة؟ شفتوا السوا؟ ومتاخدش وقت كتير، على نار هادية في البوتاجاز في الرف الوسطاني. اعذروني عشان انا والله العظيم فاصلة بقالي كذا يوم بعمل في نواعم العيد، فالحمد لله انا خلصت يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم، ولما تجربوها على طريقتي تكتبوا لي تقولوا لي ايه عملت معاكم ايه. وربنا يحسن يا رب كده ما بين ايدينا دايما. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله الفيديو الجاي. الى اللقاء.